ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رحت السوق وحبيت اشارك معاكم تجربتي في السوق بتاع المجر شكله عامل ازاي. الدور الاول اللي هو اول ما تدخلوا كده على طول بيبقى دور مليان بكمية خضار وفاكهة بطريقة مش طبيعية. يعني حبيت اصور لكم كده اشكال الخضار والفاكهه عندهم عامله ازاي، بتحسوا ان في حاجات كده مختلفه زي الفاصوليا اللي لونها فاتح قوي دي. في انواع فاكهه برضو شويه بيبقى غريب، طبعا في حاجات كتيره جدا احنا متشابهين فيها، لكن برضو في حاجات بتبقى طعمها مختلف عن اللي احنا متعودين عليه في مصر. في حاجات اوحش بكتير وفي حاجات احلى بكتير. الدور الاول بيبقى كله عباره عن كميه خضار غير طبيعيه، الوانها بصراحه تحفه جميله. الخضار كله يعني عجبني بلا استثناء، كل الخضار اللي جربته عجبني، انما العنب ده بالذات ما عجبنيش خالص. طعمه غريب قوي كده، ملهوش طعم. والتوت بكل اشكاله، عندهم حاجه كده اللي هي الخوخ الكبير ده طعمها تحفه. عندهم حاجات كتيره حلوه قوي. ودي محلات شطه مشهوره قوي في المجر، وهنا كل انواع الفواكه والخضار. طماطم شكلها جميل، والتوت شكله جميل قوي. وهنا برضو كل انواع المكسرات. السوق ضخم بطريقة غير طبيعية. الدور الأول ده هو عبارة عن خضار وفاكهة ولحوم وحاجات تانية كده زي شوكولاتات والحاجات دي. هنا بقى حبيت أصور القسم بتاع اللحوم، برضو عندهم بيعرضوه بطريقة ظريفة كده. ده بط، بيرسموا كمان شكل البط عشان اللي مش عارف. ودي بقى بيبيعوا الزور لوحده والورك لوحده والصدر لوحده والبطه لوحدها كلها على بعضها ماشي. ارقام بتاعتهم هنا في المجر تخض شويه، تحسوا انه اسعار 2000 و3000 و5000، بس هي لما بتيجي تتحول للمصري بتبقى تقريبا قريبه من مصر. طبعا في حاجات اغلى شويتين تلاتة، في حاجات زي مصر، في حاجات ممكن تكون اقل من مصر شويه. دي برضو اشكال الفراخ نفس الفكره، بيبيعوا كل حاجه لوحدها او الحاجه كلها على بعض واحده، وبتبقى كلها طازه بتاعه اليوم. ودي فراخ شبه البلدي كده بتاعتنا، بس طعمها مختلف شويه عن بتاعتنا وبتبقى كبيره حبتين. هنا برضو دي حاجات كده محفوظات غريبه جدا منها. دي مش عارفه، دي حاجه كده في جلد الوز بيخزنوه مجفف. حاجات غريبه بصراحه. هنا مثلا كبده الوز وغاليه جدا، يعني عايزه اقول لكم غاليه جدا. يعني مثلا دي 10,000 فرنك، يعني مثلا ب1000 جنيه. أنا مش فاهمة كبد الوز يبقى ب1000 جنيه ليه؟ مش قادرة أفهم. هنا معجون طماطم وحاجات بقى مصنعات سوسج وحاجات كده برضو كتيرة غريبة قوي، أنا ما جربتهاش ومعرفهاش. دي بقى اللحوم، لحوم بقري اللي بتبقى غامقة، دي بتبقى لحوم بقري، وبتبقى برضو قطعيات كتيرة. ودي بقى الحتة دي اللي في اللحمة دي اللي هي بتبقى حلوة قوي، بس برضو بصراحة بيبقى سعرها غالي شويتين تلاتة كده. ودي بقى الجزارة، جزارة أصلا قمر يعني. باقي انواع اللحوم برضو بيشكلوا نفس فكرة مصر، همبرجرز وحاجات عادية، بس في حاجات موجودة في مصر مش بتبقى موجودة هنا. يعني متهيألي مثلا زي الممبار ما شفتهوش ابدا. الكرشة قليل قوي، العكاوي قليل قوي. هي دي كانت عكاوي بس برضو قليل قوي، مش عند كل الناس ومش دايما بتبقى موجودة. الحاجات اللي هي الغريبة دي اللي بتبقى عندنا لا، هي مش كتير بتبقى موجودة هنا في المجر. لحمة مفرومة وأشكال كتيرة جدا. اللحوم الفاتحة دي أعتقد إنها بورك، أعتقد يعني مش متأكدة. ودي بقى كل اللحوم الغامقة دي 100% بتبقى بقري. دي كل الأشكال. بصراحة اللحمة عندهم كده شكلها مغري، تحسوا إن انتوا عايزين تاكلوها وهي نية. شكلها مغري قوي. هنا بقى مشهورين، اكتر حاجة مشهورين بيها الشطة الحمرا دي. مشهورين جدا بكل انواع الشطة، سواء بابريكا، يعني بيعملوا انواع كتيرة قوي من البابريكا، مدخنة وبابريكا تشيلي وبابريكا عادية وحراقة وعادية، وانواع كتيرة جدا. هم مشهورين بالبابريكا عموما والفلفل الاحمر ده عموما. هنا برضو تاني وانا ماشية، طول ما انا ماشية كمية يعني الخضار والفاكهة عندهم غير طبيعي. والفلفل الاحمر الصغنن ده كان عاجبني قوي قوي قوي، كان شكله جميل قوي. هنا برضو ده كان محل مخبوزات، حاجات كده برضو هم مشهورين قوي بصراحة في المخبوزات. بيعملوا حاجات كتيرة جدا، خصوصا الحلو. الحلو كتير جدا جدا. بصراحة كل انواع الخضار اللي جربتها عجبتني جدا، كل انواع الفاكهة عجبتني قوي. ده الكورن يعتبر ارخص حاجة هناك، يعني هو تقريبا كده الواحدة بتساوي 15 جنيه. اسمها كوكوريتسا بالبجري. ودي بقى كل انواع البرز، بصراحة خطيرة برضو. اكتر حاجة ما عجبتنيش في الفاكهة هو العنب والمانجا، يعني وحشين قوي. دي بقى انواع شوكولاتات، كل شوكليت بفليفر معينة.
كل حاجة مرسوم عليها، يعني في بالاورنج وبالكوكونات وفي حاجات تانية. دي برضو تحفة للأطفال، شكلها تحفة جميل. او التين ايجرز دول بيحبوا الحاجات دي قوي، بتبقى كاستمايزد كده وجميلة قوي للبنات. البنات بتحب الحاجات دي قوي. وفي برضو حاجات تانية بتبقى معمولة هاند ميد، يعني زي ده مثلا عليها فواكه مجففة، انواع معينة بتبقى شكلها قيم، وحتى كمان سعرها غالي قوي، بس هي بصراحة في منتهى الشياكة والطعم في منتهى الجمال. ايا كان النوع اللي انتوا عايزينه ايه، يعني سواء بفواكه مجففة، في حاجات كده عليها زي ورود، وفي حاجات عليها مكسرات، حاجات كتيرة. سبت الدور الاولاني لانه كبير جدا بجد، ضخم، ممكن ياخد ساعتين مشي، ونزلت الدور اللي تحت اكتشف اشوف فيه ايه. اول ما تنزلوا الدور اللي تحت كده تلاقوا ريحه السمك بتهب عليكم. السمك عندهم يعني فقير قوي، انواع قليله قوي 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 من السمك، في السلمون وفي الحاجات اللي هي التانية دي عاديه قوي، ماكريل متهيألي وعندهم بولتي عندهم، بس السمك عندهم فقير وغالي، وغالي غالي قوي، يعني اغلى من اللحمه، يعتبر تقريبا زي مصر. بعدين بقى بعد السمك بيبقى فيه جميع انواع المخللات. بصراحة انا بعدي من ناحية المخللات بتوهم من جمال الريحة. فالدور اللي تحت ده بيبقى عبارة عن اسماك قليلة قوي قوي قوي، مفيش فرايتيز كتيرة فيها، والمخللات كتير جدا، اشكال والوان خطيرة، يعني حاجات محشية، مخللات محشية. وده تقريبا محل مفاتيح. وبس كده، الدور الاول مفهوش غير الاسماك والمخللات وبتاع المفاتيح ده. وفي الاخر خالص كده بيبقى فيه سوبر ماركت اسمه انا بنساه شويتين كده، بس هنشوفه مع بعض دلوقتي هنفتكره. السوبر ماركت ده المفروض ان هو يعتبر من ارخص الحاجات. الدي لان انا بتلخبط بينه وبين سوبر ماركت تاني. اشتريت من عندهم الفاصوليا الفاتحه قوي دي، قلت هجربها، طبختها وعجبتني جدا على فكره، طعمها جميل قوي. شبه الخضره بالظبط، بس هي لونها فاتح، يعني لونها تحس انه زي مصفر شويه. الفاكهه دي برضو كانت شدتني كده، وكانت شكلها غريب بالنسبه لي شويه، وهي زي الكمثرى، في قوام الكمثرى، طريه قوي، يعني زي الكمثرى الطريه قوي في مصر، بس في نفس الوقت هي متماسكه، بس هي طعمها حلو قوي. دي كانت جولة سريعة، كان في دور فوق كده بس انا ما شفتهوش بصراحة، لاني كنت خلاص هلكت. كنت تقريبا اخدت 3 ساعات وانا بلف علشان اشوف كل حاجة. بس هو السوق عجبني جدا، حبيت اشارك معاكم الوقت اللي انا خدته النهاردة في السوق ده. تجربة جديدة وحاجة جديدة، اتمنى انها تكون عجبتكم. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت، واشتركوا في القناة لو حابين، واشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.